السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. اليوم راني جايه نهضر على هذيك المسنطحه المراكشيه اللي خرجت، لبست كما قالت هي الكسوه الوجديه او الكسوه الفاسيه ولا ما على باليش، اللي هي القسنطينيه. القندوره القسنطينيه اللي حنا في الغرب نسميوها القسنطينيه نسبه الى قسنطينه. اذا هي لبستها وخرجت في ايطاليا تتمشى وتتبختر بلباس غيرها، بلباس سيداتها. لبستي القسنطينيه وخرجتي تدوري في شوارع ايطاليا على اساس انها الكسوه الفاسيه، حتى او اللبسه الفاسيه، حتى انك لا تستطيعين ايجاد اسم لهذا اللباس وسميتيها ونسبتيها للفاسية. يعني في 2023 تجينا وحدة مسنطحة مانيش عارفة مين تحصلت على القسنطينية ولبستها وقعدت تدور في شوارع إيطاليا على أنها الكسوة الفاسية، يعني من تراثهم الكسوة الفاسية. أعطيلها بعض اسم. علاش سميتيها الكسوة؟ تسمى انا اي شرويطه نصيبها نسميها الكسوه الجزائريه. لا لا اختي، حنايا في الجزائر عندنا كل لباس باسمه، لباس باسمه، وما نزيدولهش الجزائري. لا لا، حنا ما نزيدوش اسم الجزائر للباسنا. علاش؟ لانه لباس، خاطر حنا في رسالنا، داخل رسالنا عارفين باللي هذا لباسنا، هذا لباسنا توارثناه عن أجدادنا. أما أنتم بما أنه ما عندكمش لباس ومازال لحد الآن ما عطيتوناش لباس آخر من غير القفطان اللي استوليتوا عليه بالغصب، بالغصب، بالكذب والبهتان، ما زال لحد الآن ما عرفناش لباس آخر، لباس آخر ليكم. كما قلت لك، حنا نعرفوا لباسنا، ما نحتاجوش نزيدوا له الجزائري. كيفكم نتوما اللبسه الفاسيه، منين جاتك هاد الفاسيه بنت الناس؟ من جاتك؟ من جاك هذا اللباس؟ يعني في يعني ضربه واحده في 2023 خرج عندكم لباس يسمى اللباس اللبسه الفاسيه. من بكري حنا ما نعرفوش اللبسه الفاسيه، حنا نعرفوا الخيمه الفاسيه، الخيمه هذيك اللي ديروها كما هبل، كما فات شكون هذاك ابو الهول اللي زادوا له زوج تاع الودنين كبار طوال حتى لتحت. حنا نعرفوا هذه هي، فهذا هو اللي نعرفوه حنايا. السيدة خرجت تتسنطح وتدور بالقسنطينية في شوارع إيطاليا. السيدة، والمشكلة السيدة دايرة الحجاب، دايرة خمار، يعني على أساس أنك مسلمة. أنتية مسلمة خرجتي دوري بالقسنطينية وتكذبي على 45 مليون جزائري. 45 مليون جزائري خرجتي تكذبي عليه وتقولي له باللي هذه، وتقولي له باللي اللبسه تاعك هذه اللي هي القسنطينيه خلاص راني رجعتها اليوم في 2023، رجعتها لبسه فاسيه وما حشمتيش، وعندك الوجه مبصص وما حشمتيش، وخرجتي تكذبي على 45 مليون جزائري وجزائرية تقولي لهم باللي يا خلاص اللبسه نتاعكم اللي هي القسنطينيه اللي توارثتوها ابا عن جد، قسنطينه
قسنطينة أقدم مدينة في إفريقيا. نوميديا، سيرتا القديمة اللي توارثت لباسها أبا عن جد. خرجتي نتيا في 2023 تقولي له باللي هذه هي اللبسة الفاسية. حقا إنكم شعب ما يحشمش، شعب ما يحشمش، انتوما شعب ما يحشمش. وصدقت الدراسة القائلة بأنكم أكبر شعب مخادع على وجه الكرة الأرضية. يعني انتي خرجتي تقولي لهم باللي نعم نحن أكبر شعب مخادع. انتي جيتي قلتي لهم باللي فوالا نحن نؤكد الدراسة القائلة بأننا أكبر شعب مخادع على وجه الكرة الأرضية. ما حشمتيش. وداك التبهدايل اللي درتيه في ديك القسنطينية، اسم داك التبهديل، لابسه القسنطينيه تحت التريكو دو بو، كيسمى هذاك السوفيتمون اللي كنتي لابسه تحتها. اسكو هذاك يلتبس تحت القسنطينيه؟ هل هذاك لباس خرجتي به تحت القسنطينيه؟ اسم داك التبهديل، بهدلتيها ديك القسنطينيه، بهدلتيها، رديتيها حلاسه كيما حلايسكم. بغيتي ترجعيها اللباس الملكي الجميل المتوارث عن اجدادنا، رجعتيه انتيا في فيديو نتاع 5 دقائق ولا ما على باليش شحال. رجعتي ديك اللبسه تبهديله، لابسه القسنطينيه تحت كيما تعرف تحت فوق التريكو دو بو، تريكو دو بو ولا ما على باليش واسم هذاك. كيما تعرفوش للهمه والشان. علاش تمسوا تحيزوا رواحكم؟ علاش تحيزوا رواحكم كيما تعرفوش للهمه والشان؟ خليو الهمه والشان لمواليها، خليو الهمه والشان للجزائريات ذات الطبع والهمه والشان. كي تلبس لك القسنطينيه تجي واقفه بلي مونش تاوحا اللي يدلاو. سا ديبون باش يكون باي قماش. المهم يكون قماش جميل جدا يجي على القسنطينيه ويواتيها. ما يلبسوش ان تريكو دو بو صفر ولا ما على باليش كيش داير باش تدوري في شوارع ايطاليا. الميكسي بلباس الناس عريان، كنتي تحشمي، كنتي تبهدلي. كيفاش باغيه يا عباد ربي؟ شوفوا الناس اللي يستولاو باين، اللي يستولاو على لباس الاخرين وعلى تراث الاخرين باينين. كنتي باينه باللي راكي تمثلي والناس يشوفوا فيك مخلوعين. عندك تحسبي باللي دروك، عندك تحسبي باللي في 2023 هادوك اللي كنتي تكذبي عليهم، الاوروبيين اللي كنتي تكذبي عليهم، عندك تحسبي باللي امنتي روحك باللي راكي تكذبي عليهم. هادوك ما ينكذبش عليهم. هادوك تعرفي علاش؟ باسكو هادوك قاريين يمشيو. هذيك اللي كانت في الاول كي شافتك كانت مخلوعه فيك ممكن تمشي تحوس على الصوره ولا تحوس على هذاك ولا تحوس على صور لباس تقليدي، يبان تتاثر وتقول وي هذا اللباس تقليدي جميل جدا، نمشي نشوف التاريخ تاعه. باسكو هما هكذا، هما يحوسوا ماشي كيفكم يا بوهيوف، ماشي كيفك يا بوهيوف. تجيني في 2023 تقولي لي باللي القسنطينيه هي اللبسه الفاسيه. لا هذيك اخيتي، هذيك ما تكذبيش عليها، هذيك الايطاليه، باسكو هذيك انسانه مثقفه ماشي كيفك بوهيوف. هذيك انسانه مثقفه تمشي تحوس في الكتوبه وتمشي تسقسي وتقول باللي اليوم تلاقيتها كيفاش وحده مروكيه لابسه لباس جميل جدا باين عليه لباس الاميرات بكري، توارثوه على اجدادهم. اذا تمشي تشوف لما تدخل تصيب النت معمر بالقسنطينيه الجزائريه المتوارثه عن اجدادنا. واسم تقول
فتصل إلى النتيجة القائلة بأن المراركة خداعين، المراركة خداعين، ويخرجوا قدام الناس يكذبوا عليهم في الوجه، مصحن وجههم ويكذبوا. تكذبي مصحة الوجه؟ أنا عمري وشفت لحد الآن ما شفتش ناس كيفك، يعني خارجة وما حشماناش تتمشاي بالقسنطينية وتقولي اللبسة الفاسية. من أين لك هذا في 2023؟ من أين لك هذا؟ احشموا على رواحكم شوية، حشموا على رواحكم. المشكلة لما دخلت للتعليقات، حتى المراركة ما أمنوكش، حتى المراركة ولاد بلادك قاعدوا يطرحوا في الأسئلة: واش هذه لبسة مغربية؟ اشنو هذا لبسة مغربية هذه؟ من فوق هذه حتى هما مساكين، حتى هما خلعتيهم في 2023. خرجت لهم بالقسنطينية الجزائرية تقولي لهم بلي هذه لبسة فاسية. ضربة واحدة انخلعنا وولينا عندنا لبسة فاسية. من فوق هذه طحت عليكم، من فوق طحت عليكم، من فوق طحت عليك هذه. احشموا شوية على رواحكم، احشموا شوية، احشموا. بهدلتوا برواحكم، وليتوا انغيزي، وليتوا ضحكة، حتى وصلوا المشارقة اللي كنتوا تكذبوا عليهم بكري. كنتوا تكذبوا على المشارقة وتقولوا لهم باللي فوالا وحنا وعندنا وهذا ولباس وناناني ولا لباس ولباس والاكل وناناني فاقولكم يا حسراه، روحوا شوفوا المواقع راها معمرة باللباس الجزائري والقفطان الجزائري. خلاص هذيك التحويسة روحي ماذا بك تمشي تنحيها، تقلعيها من الانترنت، خير من اللي توصلي لروحك للضحك. الضحك ورجعتي روحك ضحكة عبارة عن ضحكة. هذيك التبهديلة اللي درتيها، هذيك التبهديلة والكذب المباشر. الكذب هكذا نصحح وجهي ونكذب عليك في وجهك، هكذا كذبتي في وجه 45 مليون جزائري بلا ما نحسب المراركة خوتك اللي كانوا مخلوعين، اللي فجأة أصبح لديهم قندورة، عفوا كيفاش سميتيها؟ اللبسة الفاسية. ما عرفتيش حتى تعطيها اسم، باسكو ماشي نتاعكم، ما تقدروش تسميها لبسة، اسم مبهم. لبسة أي حاجة. دروك نصيبها، دروك الآن تيشيرت نقول له لبسة، ونزيد له اسم المدينة، أي مدينة زدتي له اسم. فاس، صح حقا. قال سيدي فاس باش الناس باسكو الإيطاليين هادوك يعرفوا فاس. على فكرة فاس لما نذكروا حنايا هنايا فاس في أوروبا، لأني الحقيقة عايشة في أوروبا، الناس يبداو يضحكوا، تعرفوا يهبلوا بالضحك. هذا ما حكاته لي الاستاذه اللي تخدم معايا، قالت لك لما جات تهضر لهم على فاس قعدوا يضحكوا. هل اسمها هذا فاس؟ اسمها فاس؟ فاس. حتى انا وصلت جيت قلت لها لا ما يقصدوش بها هذاك الاسم المهين والمشين اللي على بالكم به، اللي تخدموا به في الروتين اليومي. قلت لها باللي لا، او كونترير، سي الفاس ممكن تقولي باللي هذيك الفاس اللي حفروا بها. فهمتها لها هكذا بكل سهوله وبكل لباقه. اذا هذا الفيديو كنت سمحوا لي اذا كنت يعني اتكلم طريقه شويه يعني تهجميه ولا ما على باليش انا تاع الزعاف. المهم بغيت غير نزيد نقسم معكم او اشارككم هذه شوفوا
البلوزة هذه بلوزة عندها 90 سنة. هذه بلوزة جزائرية عندها 90 سنة. شوفوا 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 ايادي انامل جزائريات. في هذه في سنة 1924. 1924. شوفوا انامل الجزائريات واش كتخدم. شوفوا الجمال. شوفوا هذه البلوزة. انني سمحوا لي على الاخر. هذه انامل الجزائريات اللي كانوا وحدين، كانوا عاد عايشين في المغارات وفي الكهوف. كانت المرأة الجزائرية تخدم هذا النوع من اللباس الجميل جدا. هذه بلوزة مصنوعة في 1924. السيدة اللي صنعتها توفات الله يرحمها، وأنا ورثتها عليها. شوفوا الجمال. شوفوا الجمال. المهم قريبا ان شاء الله راح نقوم بمعرض ان شاء الله في احدى الجمعيات هنا بفرنسا، وراح نوري لكم ممكن ان نقول لكم على المباشر المعرض، ولا ممكن مثلا نعاود نشارككم بصور وفيديوهات عليه. اتمنى تكونوا بخير. انا نتمنى من الجزائريين اللي في ايطاليا، الجزائريين اللي في ايطاليا ياخذوا الاجراءات نتاعهم مع هذا السيده اللي راها جايه في 2009 في 2023 تكذب علينا وتنسب تراث الجزائر لمملكتهم. شكرا على المتابعه وبقى على خير.